اضرب من عندي اضرب من عندي اخد من عندي. بص بص مع بعض يلا. ليه يا عم ليه؟ مستعجل ليه يا عم؟ عم عندي مساحة يا عم عندي مساحة. اشتغلوا يلا يلا. أربع دقايق يا كابتن، 4 دقايق. واحد بس. خلاص اشتغل يا زعلاوي. يلا يلا عم من هنا من هنا من هنا. اللي جاي اللي جاي اللي فوق يا جماعه. يا ابني اللي فوق الله يهديكم. تعالى يا عم ديمو. لا 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 واخد انذار بس واحد. كابتن مسعد واخد انذار واحد بس، ده ما خدش انذار خالص. مع بعض بقى مع بعض. يلا لف هلا لف يا عم. انت بتعمل ايه؟ لف لف لف. يلا هلا يلا 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 يا محمود. هي ده خد كورنر يا يحيى. يلا ما نعمل يا عم. الناس راحت كلها. يحيى يحيى الناس راحت كلها. الناس راحت لك خلاص. راحت لك. انت هترجع بقى تاني ليه؟ زي ما انت كده مهارات زي ما انت ابو زيد زي ما انت كده. احسن حلوه يا يحيى. هاي لا يحيى. قافل بسرعه يا رجاله. قافل بسرعه. عادي كده سحلاوي. يحيى معاك. المدير الفني للفريق مركز شباب الزون، نبارك لك طبعا على الخماس 3 بونت من مركز شباب دمياط. الله يبارك فيك يا كابتن. الله يبارك فيك. طبعا الكابتن طبعا فاضل قد ايه عشان تصعد الدوري الفريق؟ وان شاء الله عندنا ماتشين. عندنا ان شاء الله باذن الله كفر سعد ان شاء الله يوم الاثنين، والجمعه اللي جايه ان شاء الله باذن الله نادي المستقبل. يمكن طبعا النهارده شايفينك في ضربه الجزاء اللي ضيعها احمد سلطان، كنت مصمم على احمد سلطان. هو كان احمد سلطان يمكن من احسن اللعيبه اللي عندي بيقدم ضربات جزاء، وكان في التمرين اللي فات دوت واللي قبله كان في توفيق جدا جدا ان هو بيركن الكره حلو وبيحط الكره كويس. اداؤه عالي جدا جدا في ضربات الجزاء. فانا النهارده اخترته عشان النهارده هو فورمه في ضربات الجزاء. الله يبارك فيك يا رب كده ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا كابتن. وده طبعا بنفسكم معانا، وانا بشكرك يا كابتن عمرو جدا على متابعتك لينا ومتابعات الفرقه، لان ده فعلا ده بيدي دفع للفرقه في المركز. بيحتاج فعلا دلوقتي دعم من الناس الاعلاميين زي حضرتك، واكتر من موضوع اتكلمت فيه ان الناس دفع الناس من الناس ان يقفوا جنب المركز. يعني انا بشكرك جدا جدا على اهتمامك في كل وجودك في كل ماتش، دايما متابع اخبار المركز في الدوري، وده حاجه طيبه جدا 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 ما نستفادهاش عن كابتن عمرو عمار بالنسبه لاعلام بورسعيد. مسعد طبعا فريق كويس على ما اعتقد، يمكن ده اول مركز شباب يصعد من الدرجه الثانيه في دوري الترقي، طبعا مركز شباب التصوير، فعلى ما اعتقد تبقى دفعه كويسه ليكم او لكل مراكز الشباب على مستوى مصر ان شاء الله. انا بحمد ربنا الحمد لله رب العالمين، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يكرمنا ونوصل السنه دي ان شاء الله. بالتوفيق. الله يكرمك.